عندك غير هرب لي شي واحد. دابا خوتي غادي ندوزو للماكله ديالهم اللي ضروري تعطيها لهم في هذه الفتره ديال التزاوج. شوف البيض اش دار لها طاني. لا ولا كيحل القدس. شوف اي وي عضني. صباح الخير عليكم لا فامي، لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. اخوتي مرحبا بكم في فيديو جديد في قناه جازول حمزه. اول حاجه اخوتي كنشكركم بزاف اخوتي على السيبورت ولي لايك والكومونتيرات الزوينين ديالكم اخوتي. الشكر من القلب اخوتي وتحياتي لكم. اليوم ان شاء الله اخوتي غادي نوريكم واحد الحاجه واعره اللي غادي تستافدوا منها بزاف وكيعانيو منها بزاف المربيين ديال الطيور. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم الحل ديالها. غادي نوريكم كيفاش كتتم عمليه التزاوج ديال طيور الكوكتيل او ما يسمى بالكالوبسات. اليوم ان شاء الله غنوريكم جميع التفاصيل اللي كيتعلقوا بهذا الانتاج هذا وبهذا الطيور هذا. غادي نوريك واحد الطريقه اللي سهله وزوينه واحترافيه وهي اللي كيستعملوا اي مربي كينتج بها هذا الكوكتيل. اليوم ان شاء الله غادي نوريك جميع المراحل كيفاش تربي هذا الكوكتيل وكيفاش تزاوجوا، حتى هو صعيب شويه في التزاوج هو ولي زانسيبارابل. ان شاء الله اليوم ما غيبقاش عندكم هذا المشكل هذا. الطويرات ديالنا كما شفتوا النتوه راكم شفتوها في الفيديو اللي من قبل، سيباريتها على الذكر يلا شريتها. المهم الناس اللي اول مره غادي يشوفوا الفيديو هاد النتوه يلاه شريتها تقريبا مشيت 3 ايام دابا. الذكير راه مولود عندي ومدريسي كيف ما كتشوفوا. زيد باغي تخرج زيد سير ودي سير قالك تخرج سير واش ديرها فيا وانا باغي نشوف ولادك وفين طوني. المهم اخوتي اليوم ان شاء الله غادي نوريكم جميع هاد المراحل. اول حاجه اخوتي غادي نبريباري القفز ديالي بجميع الحوايج اللي كيتعلقوا بالتزاوج. الماكله، الصندوقه فاش غادي تبيض، الوقافات، اي حاجه. المهم كلشي غتشوفوه معايا دابا. اول حاجه اخوتي غادي نبداو بهاد الصنيديق. هاد الصنيديق اخوتي خاصها تكون زوينه ونقيه من الداخل، ما يكون فيها لا همشه لا والو، باش النشوه تقدر انها تدخل ليها وترتاح لها. وهاد الصندوق اخوتي ضروري نديرو فيها النجاره. اول حاجه هاد النجاره اخوتي هي اللي كتساعد النشوه. اول حاجه كتجمع ليها البيض، ما كتخليش البيض مشتت، حيت الصندوقه كتكون ملسه من الداخل كيف ما كتشوفوا. الى بيضات كل بيضه كتمشي للقنج، كتصعب عليها انها تجمعهم ببلاصه وحده وتحضن عليهم. النجاره لا، النجاره ملي كديرها لها كتخلي البيض مجموع. وثاني حاجه هو ان هاد النجاره هذه كتساعدها في السخونيه ديال البيض دغيا، وكيقدر يخرج لك الانتاج كامل. بحال مثلا بيضات لك 5 البيضات غادي يخرجوا لك 5 البيضات الا كانوا ملقحين كاملين. المهم على بركه الله غنبريباريو الصندوقه ديالنا ديال الاولى. جبت ليها هاد الفيسات هادو كيف ما كتشوفوا، راه كيتباعوا عند الدروغري، هما اللي غيداروا هنايا كيف ما غتشوفوا معايا دابا. ايوا دابا سيادنا بعد ما صاوبنا هاد اللعيبات هادو دابا غادي نركبها. دابا مزيان هاد اللعيبات هادو اللي درت ليها ناضيين. كانت كتخلي الصندوقه واقفه معمره تخاف منها انها طيح ولا شي حاجه. صافي هاد الصندوقه راه بروفيسيونيل في هاد الباب من هنايا عاوتاني، باش ملي تكون مفرخه وتبغي تجبد الوليدات بلا ما تحتاج تحل الباب من هنايا وديرونجي النشوه وتستريسيها. داكشي علاش داروا لها هاد الباب من هنا. وهاد الثقبات هادو هما اللي كيدخلوا الاشعه باش الصندوقه تبقى شويه مضويه، باش النشوه ملي تكون كتوكل الوليدات يبانوا ليها الولاد. صافي ولا بغيتي تجبدهم كتحل هادي بحال هكا، تجبد الوليدات من هنايا وتسد. وهادي ديما دير منها اطونسيون كيديروا ليها شي حاجه هنايا. ودابا اخوتي جات لحظه الحسم، غادي نطلق الذكر على النشوه. الذكر اخوتي ما كنجيوش نطلقوه، قلت لكم اخوتي في الفيديو اللي من قبل، كنجيبوا النشوه الا كانت جديده كنجيبوها كنسيباريوها على الذكر، كنخليهم واحد اليومين ولا 3 ايام مقابلين مع بعضياتهم حتى كيتعرفوا على بعضياتهم، باش ما نلقاوش مشكل ملي نلوحوا الذكر على النشوه. حتى شي الا جيتي نهار الاول وطلقتيهم غادي تضاربوا ولا تضاربوا ما غاديش يتجاوجوا. داكشي علاش. المهم دابا غادي نطلقوا طوني. صراحه خصني نسمي هاد النتيوه هاديك، كلكم اخوتي قولوا لي شي سميه في كومونتيرات اللي غادي نسمي هاد النتيوه هادي نولي نعيط ليها. عندك غير هرب لي شي واحد والله العظيم ما يبغى نحل.
اي طاحت لي شراطة. غنحلو هادي وغادي نحلو هذا. الغدر بدا كيهرب ليا شي واحد صافي، وغنلصقو البيبان بحال هكا ونخليهم يخرجوا بوحدهم. سير سير نجري عليه حيت هو ما عارفش دابا الباب. طلع الفوق. فوالا خوشي، واخيرا اخوشي طوني رجع لقبضه. دابا غادي نشوفوهم واش غادي يضاربوا ولا لا. غنخليهم واحد شويه مكونسونطرين قدامكم نيش، وغادي نغبر عليهم ونشوفهم واش غادي يضاربوا كيفاش غادي يديروا. طوني خاف منا. دابا خوشي راه بجوجهم خايفين من بعضياتهم. دابا اللي كيقرب عند الاخر كيخاف من الاخر. هاد الحاله خوتي عاديه عند الكوكتيل حيت هو شويه حساس، ولكن واحد اليومين ولا 3 ايام غتلقاهم واقفين حدا بعضياتهم كيوكلها وكتوكلو عادي. دابا غير البدايه هي اللي كتكون شويه صعيبه. انا داكشي علاش هاد الكوكتيل صعاب بزاف في التزاويج، راه كيلقاو معاهم مشكل. وكما قلت لكم غنديروا ليها دابا شويه النجاره. هاي كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ شويه النجاره. صافي نسرحوا على هنا. دابا هاد النجاره قلت لك البيض ما كتخليش يبقى يدردب، كيتجمع في بلاصه وحده اخوتي، وكيسهل على النجوى انها تحضن عليه. نزيدو شويه صافي الله يجعل البركه. دابا اخوتي غادي ندوزو للماكله ديالهم اللي ضروري تعطيها لهم في هذه الفتره ديال التزاوج. بالخصوص النشوه ضروري خاصها تاكل هذه الماكله هذه. اول حاجه وهي الزريعه ضروري غادي نديرو لها واحد 2 وكالات ديال الزريعه. الزوان طويل كاين اللي كيقول لك راه ما كياكلوهش، لا راه كياكلوه، وهو ما كيعرفوش ينقيوه كيبقاو مضاربين معاه. الزوان طويل، الزوان مكركب ضروري غادي يكون عنده ديما. والبيض مسلوق كنعطيوه ليها كامل، القشور ديالو كنقطعوه وكنعطيوه ليه. علاش كنعطيوها ليها بالقشور ديالها كامل؟ اول حاجه باش البيضه ما تخنش، حيتاش البيض دغيا كيخنز الا حيدتي ليه القشور. وثاني حاجه القشور ديالها في واحد النسبه ديال الكالسيوم كبيره، وديك الكالسيوم هو اللي كيجمع النشوه البيض كيدير ليها القشره ديال البيض في كرشها وكيكونها لها باش كتخرج البيضه سليمه اخوتي. واهم حاجه اخوتي في هذه الماكله كامله وهي هذه العظمه ديال السيكه. هي هذه العظمه هذه مفيده بزاف، حتى هي كتحتوي على نسبه كبيره ديال الكالسيوم اللي كتحتاجو النشوه بزاف كما شرحت لكم دابا. هذه اخوتي باقا ما نشفاتش، ما خصنيش نعطي النشوه هذه باقا ما نشفاتش. داكشي علاش غادي نعطيها هذه ديباني بها بما شمشت هذه مزيان وكرمت. ايه اش كدير؟ شا خوتي طوني شا. هاك سيدي ضرب الزريعه. هو دابا راه مولف مع القفز اصلا ديالو، هرفت عليه هاد الاخت هادي. هو دابا رجع القفزه. نزيدو دابا واحده اخرى، نزيد السريعه نديروها هنايا هادي، نفرقوا بيناتهم صافي. هاد الوكاله هادي ديال الزوان طويل تجي هنايا، وهاد الوكاله هادي ديال الزوان مكركب تجي هنايا. دابا 4 الوكالات بقات لنا هاد البيضه والكالسيوم. شو باغي ياكل؟
بغي ياكل منها طوني راه مولف هاد الكالسيوم. صافي راهي دخلت لهم ديك العظمه، بقات هاد البيضه غنديرو لها بحال هكا. غتعطيهم بحال هكا. شوف كيشوف، ما كنعطيش البيض بزاف اخوتي، دابا راه جافش كاع قصي. هاي هاك كول. يلا هاي هنا تتاكل على خاطرك. هذا اخوتي باش ما تبقاش تحل، درت لها هادي. الا بغيت نحلها غادي ندير لها بحال هكا طق 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 صافي ونحل. بغيت نسد نسدها عاوتاني بحال هكا صافي. هي مابقاش كتحل دابا. شوف البيض اش دار لها طاني. لا لا كيحل القدس. الدري خصني نولي نسدد الباب اخوتي، شي نهار نجي ما نلقاهش. شوف اش كيدير. شوف شوف والله كيحل قسم بالله. هذا شي نهار نجي ما نلقاهش. شوف دابا غيعلمها غير هي اش دير، اما هو راه طاري يبقى ترسى. والله شوف كيحل فيه. صافي هان. واخر حاجه اخوتي وهي سر النجاح ديال هذا الكوكتيل الا بغيتي ينجح لك في التزاوج، وهي تحطه في شي بلاصه موقره، في شي بلاصه اللي ما فيهاش بنادم كيمشي ويجي بزاف عليها. انا عندي هاد البلاصه هادي طرونكيل اللي غنحطها فيها هنايا، غنحط القفيز هنايا، ونتمنى من الله انه يسهل فيهم الله ويبيضوا. وهذا المكان وديك الماكله اخوتي اللي عطيتهم ما كنعطيهمش، ما كنبقاش نعطيهم غير هذيك. اليوم عطيتهم البيض، غدا غنعطيهم التفاح، بعد غدا غنعطيهم الخس، بعد مرات فهمتي غنوع عليهم باش حتى النشوه تجمع البيض في كرشها دغيا. يا بسم الله يا ربي سخر فيهم يا رب. دابا مزيان، ولكن هاد البيبان اخوتي غادي نسدهم حتى هذا غادي يدير لي شي لقطه. شوف اي وي عضني. وكيحل الباب هاد الشيء اخوتي. غادي نجي شي ناريش ما نلقاهش، اللهم غادي ندير لهم شي لعيبات نسدد الباب ونخليهم يتكونسونطراو. النتوما هي باقا شويه مستريسيه حيتاش ما عمرها عاشت هاد الاجواء هادي. نذكر راه حتى ديجا كان هذا هو القفز ديالو، داكشي على الزاع مات راه محرر الكرة. شوف هذا شي نهار يخرج يتضارب معايا اخوتي وعق الله. وليت كنتاظر منه هاد اللقطه هادي. المهم اخوتي نقولوا لي كاملين كيفاش جاتكم هاد الطريقه هادي، اللي حري يفيدنا حتى هو نستافدوا معاه. واللي عنده اخوتي شي سؤال بغى يطرحوا عليا كيتعلق بالفريخات، مرحبا والف مرحبا اخوتي. يقولوا لي في كومونتيرات ولا يدوز عندي الانستغرام. هذا مكان اخوتي. الى عجبك اخوتي الفيديو ما تنساش تابونا وتخلي شي كومونتير زوين، وما تنساوش اخوتي تبارطاجيو مع خوتكم اللي يستافدوا حتى هما. وهذا مكان، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. وتحياتي لكم اخوتي، شكرا لكم من القلب.